السلام عليكم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: جاءتني امرأة ومعها بنتين تسألني، تطلب حاجة، مسكينة أو فقيرة تريد طعام، فأعطتها أمنا عائشة تمر، 3 تمرات. قامت الأم وزعت تمرة لهذه البنت وتمرة لهذه البنت وتمرة لنفسها. فهذه البنت أكلت التمرة بسرعة ما شاء الله، كانت جاوعة، والبنت الثانية أكلت التمرة بسرعة كانت جاوعة. فأرادت الأم أن تدخل التمرة إلى فيها إلى فمها تأكلها، فنظرتا يعني بنتيها نظرتا إلى التمرة وكأنهما تريدان التمرة، يعني يا ماما اعطينا التمرة. الأم أخذتها الرحمة والشفقة بالبنتين، فأخذت التمرة وقسمتها إلى نصفين، نصف لهذه البنت ونصف لهذه البنت، وظلت هي بدون تمرة. تقول أمنا عائشة: أعجبني صنيع هذه الأم، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا الفعل كان سببا لدخول هذه الأم الجنة، وكان هذا الفعل حجابا لها من دخول النار. أعتق الله رقبتها من النار بسبب هذا الفعل وهي أم. أين أنتم؟ أين أنتم يا عاقين الوالدين من الأم؟ أين أنتم يا ناس من أمكم؟ من كانت له أم حية فليلزم رجلها فثم الجنة، ومن كانت لهم أم ميتة فليدعو لها بالرحمة: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم قدرها عظيم وشأنها كبير يا أحباب. أمك، انتبه يا أخي لأمك، انتبه يا مزوج، لا تضحك عليك زوجتك فتكون سببا في عقوقك لأمك. انتبه لأمك، بعدين ما تندم.